ورد بالروايات انه المرأة المتعطرة اذا خرجت وخال عطر ومرت على قوم والقوم اشتموا عطرها كالزانية. أعوذ بالله. لا إله إلا الله. المرأة في المعاملات جدا خطرة. ليش أبو علي؟ إحنا عندنا فرد داء اسمه داء التخيل. يعني ممكن الشاب من خلال العطر قوة جذب ترى جدا قوية. لذلك الشركات تصنع عطور بملايين الدولارات وتعرف كيف العطر يجذب. صدقني. هسه احنا كرجال من نلتقي ومثلا نصافح او كذا او كذا، نشم عطر طيب راسا نسال شنو اسم عطره. صحيح. وتلاحظ حتى البعض يتقرب يشم العطر اكثر من مره. كيف بالنسبه؟ فهذا العطر يودي لغير اتجاهات. فهذه خطوره الامر. آل محمد جدا دقيقين. بعض النساء ما تعرف انه هذا حرام وما يجوز. مثلا صبغ الاظافر في الزياره. كيف تتوضين وانت خاله صبغ اظافر؟ او هذه الاظافر اللي انا اعرف من خلال يعني اهلي يسموها اكريليك، يعني اظافر صناعيه. ترى اخواتي هذه خطره. خطره. الوضوء يبطل، الغسل يبطل كذلك. فهذا خطر وبالتالي له هواي تبعات. يعني وترتدي النقاب، لكن من خلال النقاب يصير مدخل للشيطان. انت الان يا تريدين شكلك ما ينعرف، صح؟ وتسوين اعلان للعبايه مثلا كذا كذا، او تطلعين. يعني ابو علي اكو فد امور صراحه قد يكون انا هسه الان ما ادخل في نواياهم. يعني مثلا هذه المنطقه تبين هذه ما اعرف شنو يسموها بالعبايه، لكن انت تسوين فرد حركه بايدك تجذبين النظر. اكو دقه يا ناس، اكو دقه في الدين، اكو دقه في الحلال والحرام يجب مراعاتها. انت الان مغطيه وجهك تريدين وجهك ما ينعرف، بس بالتالي من تسوين اعلان في سبيل عرض العباءه، العيون شنو علاقتها؟ يعني النساء ما اعدت للاعلان. احسنت. فاطمه الزهراء ما تقبل المراه تطلع وتسوي اعلان. هسه ما ادري، قد يكون بوسائل التواصل تعلن عن العباءة، لكن هي بالأساس فعلا ترتدي العباءة ما ندري. الله العالم. لكن يا بناتنا اخواتنا انتم خواتنا الله يحفظكم، انتم نصحوا صديقاتكم، انتم تكلموا بكل ود وبكل احترام. احنا ما كل انسان براحته، ما نجبر احد، لكن من باب الاخوه بالولايه، نحن اخوان بالولايه بولايه امير المؤمنين. يا اخواتنا، المراه من تمشي ما يصير رافعه راسها بهالطريقه هاي، ما يصير. من هذه التفاصيل يمكن البعض يشوف ان انت وايد متشدد، وايد معقد، الدين يسر، مو لكن لهالدرجه. هذا حياة. الجمال بالحياء والعفة. ما يصير أخواتي تمشون بالشارع ووسط مجتمع رجالي وترفعون رأسكم بهالطريقة هاي. زحمة المرأة تنظر يمين وشمال، ما يصير. صحيح. هذه أمور. أنت جاية للزيارة، ليش تخلين مدخل إلى الشيطان وتروح الزيارة؟ بالتالي أحد الأخوات منقبة لكن تستعرض بهذه المنطقة، يعني تسلط الضوء على هذه المنطقة، تسوي فرد حركة معينة. هي المشكلة مو هنا. المشكلة إنه يعني الإساءة لهذا الشيء، لقضية النقاب. وممكن الآخرين يقلدوك بهذه الحركة.
يا يا اختنا العزيزه، خواتنا الله يحفظكم، ترى النقاب مو مظهر لعرض الاعلانات.